يا مساء الفل والورد والياسمين على عيونكم وعلى عيون احلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الروتين بتاعنا بقيت يعني ايه الفيديو بتاع النهارده بقيت الروتين بتاع اللي انا اخر مره كنت منزلاه بتاع اوضه البنات والمطبخ وكده. فقلت بقى انزل معاكم النهارده بقى بقيه الفيديو. والله الفيديو دوت انا يعني متصور من يوميها ومتمنتج ومتظبط وكل حاجه، بس كان عندي مشكله كده في النت، عشان كده منزلش على طول يعني. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت تصلوا كتير على النبي كده في الكومنتات. واشوف منكم بقى كومنتات حلوة كده. ولو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، انا اسمي ام نورسين ودي قناتي، قناة بتاعة روتين. ولو دخلت القناة ودورتي كده هتلاقي حاجات كده حلوة هتعجبك، من طبخ الصابون للروتين لكل حاجة. ان شاء الله تعجبك. خدي لك جولة كده في القناة بتاعتي سريعة كده، واكتبي لي كده كومنت حلو وقولي لي بتتفرجي عليا منين. الروتين بقى اللي انا بقول لكم عليه، ابتديت ان انا بعد ما خلصت اوضه البنات زي ما قلت لكم، دخلت بقى على الصاله بره وظبطت كده الركنه زي ما انتم شفتوا، وشلت المساند بتاعتها كلها ونفضتها من جوه من تحت يعني. وفرشت الفرشه بتاعت الركنه كنت غسلاها. وبعد كده دخلت بقى على الركنه التانية، على الكنبه التانية يعني الجزء التاني، برضو نفضتها كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي ان انا اشيل المساند دي. للي اول مره يشوف القناه بتاعتي، الركنه دي انا اللي عاملاها انا وجوزي ومظبطاها، وهي كانت شكلها مختلف جدا جدا عن الشكل ده اصلا كان كنب بلدي بتاع حماتي الله يرحمها، وانا اللي جددت فيه وعملته بالشكل اللي انتوا اهو شايفينه ده. في حد قبل كده كان بيسألني ليه كلفتي وما كلفتيش وما فكرتيش ان انت تشتري حاجة جاهزة. بصراحة يا بنات الخشب بتاع الكنب نفسه خشب نضيف كده، واللي هو بتاع زمان، ويعني فاهمين الكواليتي بتاعته حلوة كده. فمش محتاج ان انا استخسرت صراحة واستحرمت ان انا ارميه، لاني عارفة اني مهما اشتريت مش هشتري بنفس الجودة يعني بتاعة الخشب وكده. وانا اصلا ايام ما اتجوزت كنت متجوزة برضو بنفس الكنب ده، بس كنت عاملاه برضو ركنة، كنت عاملة مظبطاه كده على شكل ركنة، بس كانت الالوان مختلفة. بس بقى المرة دي كنت مغيرة السفنج وكده. وطبعا اللي عايز يشوف الفيديو هيلاقيه على القناة، يدخل كده على القناة ويدور على الفيديو هيلاقيه على طول. غيرت برضو فرشت برضو الكنبة دي وحطيت كده المساند بتاعتها، وانا حاطة كده زي مناديل كده على ايادي الكنب عشان خاطر بس ايه ما تتوسخش كده وتتبهدل. جيت بقى عند الترابيزة الازاز دي انا اللي حطاها كده في النص عشان تبقى فاصلة ما بين الكنبتين يعني. بس هما بيتحطوا بيتقفلوا يعني، انا كنت عاملاهم بيتقفلوا ركن عادي زي اي ركنة بتشتريها جاهزة. نضفت بقى الترابيزه الازاز بتاعتي دي وحطيت عليها المفرش الفرو الحلو الصغنون ده، ودخلت بقى على البراويز اللي كانت عند الترابيزه بتاعه التلفزيون. بمناسبه التلفزيون للي متابع معايا في القناه، انا حصلت عندي مشكله كده قريب. بصوا هتلاقوا التلفزيون الصغير دوت اللي هو يعني القديم ده، عارفينه اللي كان بيبقى موجود في بيوتنا زمان. طبعا اللي متابع القناه كان عارف ان انا عندي الشاشه وكنت حطاها على كنت معلقاها على الحيطه وكده، بس جه بقى في مشكله قطع النور. وجت في مره التلفزيون يعني الشاشه كانت شغاله والنور قطع، وجي بعد كده بقى لما النور اشتغل ما رضيتش تشتغل خالص وما رضيتش تفتح، ووديتها للراجل عشان يصلحها. بصراحة ساعتها قال لي ان تكلفتها يعني هتكون في حدود ال7000 جنيه مثلا او كده، لان هي الشاشة كلها اتحرقت خالص. فبصراحة يعني انتوا اخواتي وانا بقول لكم على كل حاجة. ما حبيتش ان انا اصلحها دلوقتي، قلت بس هسيبها دلوقتي لغاية لما ربنا يسهل كده الحال، وبعد كده يا اصلحها يا اجيب واحدة جديدة. يعني انا لسه بفكر بقول ان اشوف الجديدة هتكون تكلفتها قد ايه. ولو كده اجيب واحدة جديدة، لان دي زي ما بقول لكم تكلفتها يعني هتعمل في حدود 7000 جنيه تصليح. انا مش عارفه ليه صراحه الشاشات تصليحها غالي، بس صراحه هو مش واحد بس اللي قال لي السعر ده. فقلت بقى اسيبها كده شويه. كان التلفزيون ده في اوضه البنات، وكده كده كانوا البنات مش بيشغلوه على طول يعني، انا كنت بشغله قران كده بس يعني ايه بالنهار وبالليل كده، وببقى سايباه شغال. طلعناه بقى وحطيته بقى على الترابيزه، وهو بيفي بالغرض يعني.
بس. ودي بقى الجزامة عندي في الركنة، برضو مسحتها كده وشلت المفارش بتاعتها ونضفتها. وبعد كده هرجع تاني بقى للصالة. شلت بقى السجاد وهبتدي بقى ان انا كنست من عند اوضه النوم وطلعت كده على الصاله زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بصوا يا بنات، عايزه النيش اللي انتوا شايفينه دوت انا بصراحه عايزه اشيله من الصاله. ويعني جوزي بيفكر ان هو يبيعه خالص، يعني يشيله خالص، يعني مش محتاجاه. بس هو بصراحه شايل حاجات كتير وشايل حاجات كتير جدا بتاعتي وكده. فانا بصراحه مستحرمه ان انا ابيعه او اشحته او اديه لاي حد، واحط الحاجه بتاعتي في كراتين وكده وتتبهدل وكده، يعني فاهمين. انا بقول ان هي ان هو بيفي بالغرض وموجود وخلاص. هو ممكن يكون زاحم الدنيا شويه او واخد مساحه شويه من الصاله، بس يعني مش مضايقني في حاجه. فانتوا برضو قولوا لي رايكم ايه، واكتبوا لي كده في الكومنتات وقولوا لي صح، هو انتوا ليه مش بتكتبوا لي كومنتات؟ يعني انا عايزه اعرف انتوا ليه مش بتكتبوا لي كومنتات حلوه كده، او دعوه حلوه، او حتى تصلي على النبي في الكومنتات. يعني الناس اللي بتدخل تتفرج دي، اكتبوا لي كومنت يا جماعه، مش هتخسروا حاجه يعني. يعني ايه اكنكم كده اتعرفوا عليا يا ستي انت وهي بكومنت حلو منكم كده. اكتبوا لي دعوة حلوة، اكتبوا لي حاجة نفس تعرفني بيكوا وتعرفنا على بعض. اكتبوا لي حاجة مثلا مش عاجباكوا في الفيديوهات اللي انا بنزلها وعاوزيني مثلا اغيرها. اكتبوا لي التصوير فيه مشكلة او لا. الحاجات دي كلها يعني ايه، اكتبوا لي كده كومنتات كده، حسسوني يعني ان انا مش بتكلم مع نفسي. تمام. جبت بقى الموب بتاعتي، حطيت فيها ميه سخنه وحطيت فيها ديتول زي ما قلت لكم برده في الفيديو اللي فات. وبعد كده بقى ابتديت ان انا مسحت الصاله كلها ومسحتها يعني مرتين كده. وبعد كده بقى دخلت على الطرقه بتاعتي، الطرقه دي اللي هي فيها الحمام والمطبخ. ودي الجزامه اللي انا كنت لسه بمسحها زي ما قلت لكم. مسحتها كده ونضفتها. طبعا بتبقى عند ناحية باب الشقة، طبعا بيبقى فيه تراب كتير بسبب الشوزات والجزم وكده والحاجات دي. فيعني ايه، حبيت ان انا امسحها مرة واتنين وتلاتة كده، وبرضو انا كنت كنساها ولما التراب كله منها. بصوا انا رجعت اعيد تاني، بس انا قطعت المقطع دوت. وبعد كده بقى هفرش المشاية الصغنونه دي. انا حطاها كده بس في الصيف على اساس ان هي تبقى سهله ان انا اشيل واحط فيها. وجبت بقى السجاده من البلكونه وكمان فرشتها، بس انا كنت فاكره ان الموبايل يعني شغال وكده. فطبعا انتوا شفتوا السجاده وانا لسه شايلاها. بالنسبه للسجاده الزرقاء اللي انا كنت جايباها للصاله، هي متوسخه ولسه ما وديتهاش صراحه تتغسل. هنا بقى كنت بصراحة قعدت، كان جوزي جه بقى والبنات جم من الدرس وكده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. فقعدنا بقى كده اتغدينا وكل واحد دخل يشوف، يعني جوزي دخل نام والبنات دخلوا بقى يلعبوا في اوضتهم وكده. وانا كنت غيرت هدومي وبعد كده بقى ايه، دخلت قلت بقى ايه انضف الحمام كده تنظيفة كويسة يعني على قدي. انا الحمام بتاعي بصراحه يعني حندوقه صغنون كده على قدي، بس بصراحه بحبه يبقى على طول نضيف. الله اكبر الله اعظم. نخلص الاذان وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني واديني اهو غسلت بقى الحوض وكل السيراميك اللي حواليه. وكمان خدت كده بقى ايه الكرتون بتاع قولوا معايا يا بنات عشان أنا نسيت، الدش. وابتديت بقى ان انا ايه اشطف كده الصابون والحاجات دي. وجبت بقى المكنسه، بس برضو الموبايل ما كانش بيصور. مش عارفه الموبايل الايام دي بيهنج معايا وبيوقف التصوير لوحده، مش عارفه ليه. جبت بقى الليفه بتاعتي ودعكت كمان السيراميك بتاع الحمام كله، ودعكت سيراميك الارض كده بالمكنسه والكلور وكده وخليته زي الفل الحمد لله اهو. وكده بيكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يا رب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.